في الشرح ده هنتكلم عن معمارية أنجولار. خلينا نتخيلها سوا على إنها الخريطة الرئيسية أو البلوبرنت اللي بنمشي عليه عشان نبني أي تطبيق ويب ضخم ومظبوط. طيب، عشان نفهم الموضوع ده كويس خليني أسأل سؤال يمكن يكون غريب شوية. لو حد قال لنا يلا نبني مدينة كاملة، تفتكروا أول حاجة هنعملها إيه؟ طبعاً مش هنبدأ نحفر ونبني على طول، لازم الأول يكون في خطة رئيسية، ماستر بلان. الخطة دي في عالم الويب هي بالظبط اللي بنسميها الاركيتكتشر أو المعمارية. هي اللي بتخلي كل حتة في التطبيق بتاعنا مهما كبر وبقى معقد تشتغل مع الحتت التانية زي الساعة. تمام، معانا الخطة. يبقى يلا بينا بقى ننزل على أرض الواقع ونشوف إيه هي وحدات البناء الأساسية، يعني المباني نفسها، الحاجات اللي الناس هتشوفها وتستخدمها في المدينة الرقمية بتاعتنا دي. أول وأهم طوبة بنبني بيها هي الكومبوننت. الكومبوننت ده هو بالظبط زي أي مبنى في المدينة، ممكن يكون مبنى صغير زي كشك أو مبنى كبير زي مول تجاري. في عالمنا الرقمي ده ممكن يكون زرار صغير أو فورم بندخل فيها بيانات أو حتى صفحة كاملة بتشوفها قدامك. وكل كومبوننت أو كل مبنى ليه تركيبة معينة بيتكون من 4 حاجات. أول حاجة الهيكل الخارجي وده بنعمله بال HTML. تاني حاجة الديكور والدهانات ودي بنعملها بال CSS. تالت حاجة ودي الأهم هي اللي بيحصل جوه المبنى، العقل بتاعه، الكهرباء والمواسير، كل المنطق البرمجي وده بيكون في كلاس التايب سكريبت. وآخر حاجة عندنا حاجة اسمها الديكوريتور اللي هو at component. ده عامل بالظبط زي يافطة بتتعلق على المبنى تقول لأنجولار يا أنجولار ده مبنى خلي بالك. طيب تمام، بنينا المباني وشكلها حلو، بس هل هي مجرد هياكل فاضية؟ لا طبعاً. المباني دي محتاجة وروح، محتاجة بيانات ومعلومات تتحرك جواها، زي ما أي مبنى حقيقي محتاج كهرباء ومواسير مية عشان الناس تعرف تعيش فيه. وهنا بقى بيجي دور حاجة مهمة قوي. الحاجة دي هي الديتا بايندينج. ببساطة دي الطريقة اللي بنوصل بيها الكهرباء والبيانات للمبنى بتاعنا، وفي منها طريقتين. طريقة اتجاه واحد، يعني الكهرباء جاية من المحطة للمبنى بس البيانات بتظهر للمستخدم وخلاص. والطريقة التانية ودي الأقوى هي اتجاهين. هنا بقى الكهرباء رايحة جاية، يعني لو المستخدم عمل أي حاجة في الواجهة زي إنه كتب اسمه في خانة معينة، التغيير ده بيوصل للكود في نفس اللحظة، والعكس. ده بيخلي التطبيق حي ومتفاعل. بصوا على الكود ده كمثال. شايفين القوسين والمربعين دول؟ جوه NG موديل دول السحر كله. دول اللي بيخلوا أي حرف يتكتب في مربع الإدخال ده يسمع في متغير اسمه هيرو نيم في الكود بتاعنا في نفس الثانية، فوري. تخيلوا ده بيوفر وقت ومجهود قد إيه في الفورمات الكبيرة بدل ما نعمل كل حاجة بإيدينا. لحد دلوقتي كنا بنتكلم عن المباني اللي شايفينها بعينينا، بس أي مدينة عظيمة قوتها الحقيقية في اللي مش بنشوفه، في البنية التحتية اللي تحت الأرض. شبكات الصرف، كابلات الكهرباء، مواسير المياه. يلا بينا ننزل نشوف إيه اللي بيشغل مدينتنا دي من تحت لتحت. أول حاجة بتقابلنا هي الموديولز. الموديولز دي هي أحياء المدينة، زي ما بنقسم المدينة لأحياء، حي سكني، حي تجاري، حي صناعي. برضو بنقسم التطبيق بتاعنا لموديولز، موديول مثلاً لكل حاجة ليها علاقة بالمستخدمين وموديول تاني للمنتجات. التنظيم ده هو سر قوة التطبيقات الكبيرة. تمام، قسمنا المدينة لأحياء، بس الأحياء دي محتاجة خدمات، محتاجة كهرباء ومية وغاز. دي بقى هي السيرفيسز في أنجلر. السيرفيس ده هو اللي بيقدم وظيفة معينة لكل المدينة، زي مثلا سيرفيس يجيب بيانات من الإنترنت أو سيرفيس يتأكد من هوية المستخدم. بدل ما كل مبنى يحاول يعمل الحاجات دي لوحده، في خدمة مركزية بتقدمها للكل. السؤال هنا، إزاي الخدمات دي بتوصل للمباني اللي محتاجاها؟ هل كل مبنى بيروح بنفسه لشركة الكهرباء؟ لا، في نظام ذكي قوي اسمه dependency injection أو حقن التبعية. كل اللي المبنى بيعمله إنه بيقول أنا محتاج خدمة الكهرباء، وأنجيلر زي ما يكون هو المحافظ بتاع المدينة بيقوم بتوصيل الخدمة دي لحد عنده. ده بيخلي المباني بتاعتنا مستقلة ومش شايلة أهم حاجة، وده بيسهل علينا الصيانة والتطوير بعد كده. عندنا مباني وعندنا أحياء وعندنا خدمات، فضل إيه؟ فضل الطرق، الشوارع اللي هتربط كل ده ببعضه. من غيرها المدينة مجرد جزر منعزلة. الشوارع دي في أنجولار هي الراوتينج موديول، هو اللي بيرسم لنا خريطة الطرق ويقول لنا إزاي نتنقل من صفحة لصفحة، من مبنى لمبنى جوه التطبيق بتاعنا. تمام، لمينا كل القطع الأساسية. دلوقتي يلا نشوف الصورة الكاملة، نشوف الخريطة الحقيقية للمدينة دي على أرض الواقع بتبقى عاملة إزاي في مشروع حقيقي. دي الخريطة الفعلية أو هيكل المجلدات اللي أي مشروع أنجلر كبير ومحترم بيمشي عليه. شايفين التقسيمة؟
كل حاجة في مكانها. مجلد الكور ده فيه الخدمات الرئيسية اللي التطبيق كله بيعتمد عليها، زي شركة الكهرباء والمية الرئيسية. الشيرد ده فيه الحاجات اللي بنستخدمها في كل الأحياء، زي تصميمات موحدة للشبابيك أو الأبواب. الفيتشرز ده بقى هو التقسيمة الحقيقية للأحياء، كل حي جوه مجلد لوحده، تنظيم في منتهى الدقة. والجدول ده بيلخص لنا وظيفة كل منطقة. الكور فيه الخدمات اللي بتتخلق مرة واحدة بس، زي خدمة تسجيل الدخول. الشيرد فيه المكونات اللي بتتكرر كتير، والفيتشرز هو قلب التقسيم بتاعنا. وأخيراً اللاي اوت ده الهيكل العام للمدينة، زي السور الخارجي أو الشوارع الرئيسية. كل حاجة ليها مكان وغرض. طيب سؤال أخير، كل الخطة دي وكل القوانين دي إيه اللي ماسكها مع بعض؟ إيه هو دستور المدينة اللي الكل لازم يلتزم بيه؟ الإجابة في الملف ده angular.json. الملف ده هو الدستور، هو القانون الأعلى في مدينتنا. ده اللي فيه كل القواعد اللي بتقول إزاي المدينة دي هتتبني، وإزاي هتشتغل، وحتى إزاي هنختبر كفاءتها. لما نبص جوه الملف ده بنلاقيه هو اللي بيحدد كل تفاصيله. هو اللي بيقول لأداة البناء بتاعت أنجلر اللي هي CLI كل حاجة، منين تجيب الطوب والأسمنت، ملفات المصدر، وإزاي تدين الواجهات، ملفات الستايل، وإزاي تجهز المدينة الافتتاح الرسمي، إعدادات البرودكشن. هو العقل المدبر ورا كل اللي بيحصل. وبكده نكون شفنا إزاي معمارية أنجلر بتدينا خطة عمل متكاملة لبناء مدن رقمية ضخمة ومنظمة. لكن عالم التطوير مش بيقف. النهاردة بنسمع عن حاجات جديدة زي السيجنالز والستاند ألون كومبوننتس، ودي تقنيات بتوعد إنها تخلي البناء أسهل وأسرع. وده يخلينا دايما نسأل، تفتكروا شكل خريطة بناء التطبيقات في المستقبل هيتغير إزاي؟ وده سؤال بيخلي الشغلانة دي ممتعة ومبتكرة على طول.